تعالى كده يا شباب نجرب ونشوف لو قلنا أي كلمة بالبحث الصوتي هيطلع لنا إيه. نعمل كده. تحبك روحي. تم العثور على مقطع الفيديو تحبك روحي. ما فكرتش هنا ايه السر اللي خلاها تقول تحبك روحي واحنا نقول تحبك روحي؟ الفكرة يا شباب ان احنا الكلام عندنا بالعربي واخد حقه بالزيادة. تستعطفني، تستعطفني، الاربع مقاطع موجودين. استهتار، الثلاث مقاطع متشددين عليهم. استهتار. من قوة اللغة العربية عندنا ساعات الموضوع واخدني ان انا اقعد اتأمل كده في المقرئين اللي بيقرأوا قرآن واركز في مخارج الحروف. ما شاء الله مفيش حرف بيتساب. إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست. إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست. لحظة تأمل بقى منك كده وانت هتكتشف ان الانجليزي مش كده خالص. يعني مثلا لو خدنا كلمة بتتكون من مقطع واحد زي cat dog، ماشي، بنشدد على الكلمة كلها لان هي اساسا مقطع صوتي واحد، دي بتتقال واضحة وصريحة. تحاول بقى تنطق اي كلمة بتتكون من مقطعين 3 4 وتكتشف ان انت اصلا بتنطق سلم موسيقي. important the data، important the data. حقيقي الانجليزي بالظبط زي محمد هنيدي لما قال نركز يا جماعه، هنعلب اميره ونوطب اختها. اوكي، عشان اثبت لك كلامي تعالوا نحاول ننطق الجمله دي او الكلمه دي ونشوف نطقك العربي مأثر على الانجليزي بنسبه كام في الميه. كل واحد كده يجرب في سره. تمام، اخر كلام. يلا بينا بقى نشوف لو انت نطقك متاثر بالنطق العربي فالمفروض انك تنطقها كده. example، example، ده تحس انك شددت على كل مقطع اشد من المقطع اللي قبله. نيجي بقى للنطق الصح في الانجليزي. تعالوا نفتح مسجل الصوت ونشوف الرسم البياني للصوت ده عامل ازاي. هتشوفوا سلم موسيقي. نفتح كده. example، 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 example. شايف الاختلاف عامل ازاي؟ لما حاولنا ننطقها بالعربي الايقاع بتاع صوتك عامل زي ما يكون ده مفيش اي تغير في السلم الموسيقي بتاع كلامك. كل حرف او كل كلمه متشدد عليها. تعال بقى نرجع للانجليزي. هتكتشف ان الرسم الصوتي اللي انت شايفه ده بص طلع في النص ازاي. لان الانجليزي لما نطقناه التشديد على تاني مقطع. المقطع الاولاني ضعيف، المقطع الاخير تشديده ضعيف، التاني طاير لفوق. example. وده هنا يا شباب يفسر لنا ليه كلمات كتير جدا لما عربناها باظت. تلاقي واحد مثلا بيتكلم بالعربي بيقول لك انا عملت كرييت ده مفيش اي تغير مهما كانت السرعه اللي بيتكلم بيها الاجنبي اللي قدامك. هتلاقيه بيقول لك create. Relationships are mediated and they create new emotions. They create. بص الكلمه الاولى ما شدتش عليها المقطع الاولاني، التاني ده بقى هو اللي تشدد عليه. اي تحس ان هو بالغ في نطقها. لو خدتها على وزن ده يعني تحس ان حاجه واطيه والتانيه اعلى منها. جبت موبايل من شركه ابل، بص ابل، هما ابل، تشديد على المقطع الاولاني. عشان كده الايقاع بالعربي كان ابل ددن، بس مفيش اي حاجه. بالانجليزي بقى ابل دادا عليت ونزلت. بنعربها برضو بنقول كومبليت، وعمرك طبعا ما هتسمعها كده. ده كل حرف واخد حقه. اسمع بقى هما بيقولوها ازاي. as a complete individual, as a complete. خلاص تمام لحد دلوقتي يا اسلام وصلت الفكره، بس مش فاهمين برضو امتى نشدد. يعني همسك كل كلمه بقى واقعد اقول التشديد فين. بص بكل بساطه ما تشغلش نفسك. اولا في حاجه بسيطه جدا ممكن تعملها لو انت لسه بتدرس. حاول على قد ما تقدر ما تحفظش الكلمات بالشكل ده، لا، ممكن تعمل حاجه اجمل. تخش على الموقع ديكشنري، اي كلمه تقابلك جديده خش على الموقع ابحث عنها هتطلع لك بالشكل ده. شايف الشرطه اللي فوق دي؟ الشرطه دي معناها انك تشدد على الجزئيه دي، او هو ده المقطع اللي هتشدد عليه. فمثلا كلمه ابل، بص شدد لك فين؟ حط لك نقطه قبل حرف الاي عشان يقول لك ان هنا التشديد في المقطع الاولاني ده. التشديد اللي فوق هو الاهم، هو الصوت المهيمن في المكان كله. في بقى حاجات تانية بسيطه جدا ومهمه انت ممكن تطبقها. يعني مثلا لو الكلمه اللي قدامك بتتكون من مقطعين والكلمه دي اسم، شدد على المقطع الاولاني. زي مثلا table، apple، بص هي اسم تفاحة أو منضدة، ترابيزة، شدد على المقطع الأولاني. ولو الكلمة اللي قدامك دي متكونة من مقطعين وفعل غالبا بنشدد على المقطع التاني. زي كلمة
create. التشديد زي ما انت شايف في المقطع التاني ده الصوت المهيمن هنا في المكان، وده طبعا السبب اللي يخلي اي حد امريكي بيتكلم انجليزي قدامك تحسه بيبالغ في بعض كلمات زي دي. Trying to decide whether she's trying to decide whether She's trying to decide whether prepared to graduate كونك بقى هنا عرفت ان الاسم ليه طريقه تشديد والفعل ليه طريقه تشديد، ده بقى هنا ينقلك لجزئيه اهم. ساعات تلاقي مثلا كلمه زي دي ليها نطقين زي ما هتسمع دلوقتي. Americans with a criminal record. Americans with a criminal record. Criminal record. to record, to record. وزي ما احنا لسه قايلين من شويه، طالما اسم شدد على النص الاولاني من الكلمه record. ده بقى معناها ايه؟ سجل او رقم قياسي. ممكن بقى تقابلك الكلمه دي على هيئه فعل يعني يسجل، هتبقى ايه؟ تشديد على النص الثاني record. النص الثاني من الكلمه هو اللي اتشدد عليه عشان بقت فعل. Americans with a criminal record. Americans with a criminal record. Criminal record. To record. في برضه يا شباب حاجات تانية لذيذة جدا. عارفين اللواحق؟ الحاجات أو المقاطع اللي بتتحط في نهاية الكلمة بتغير المعنى تماما. في بقى هنا لواحق كتير جدا مجرد ما تشوفها بص البس نظارتك كده وعلى طول، لا نلبس الأول، أيوة شدد فين بقى؟ عينك، أنا خفيت ولا إيه؟ عينك فين؟ عينك على الجزء المقطع اللي قبل اللواحق ده اللي هيتشدد عليه. فمثلا لجي بنشوفها كتير جدا في نهاية الكلمات، معناها علم كذا كذا. بنقول عليها ايه بالعربي؟ بيولوجي صح؟ بالانجليزي بقى بيولوجي. شددنا على الجزء الاخير اللي قبل الجي. تكنولوجي الجزء الاخير اللي قبل الجي هو اللي اتشدد عليه. برضو عندك مثلا زي mirror دي موجودة في النهاية، بالعربي بنقول كيلومتر صح؟ بالانجليزي كيلومتر. عربناها برضو بنقول عليها ترمومتر، بالانجليزي thermometer. ITY لما بتيجي برضو في نهاية الكلمات بتغير معناها. فكلمة active يعني نشيط صح؟ بص التشديد فين؟ active. لما حطينا بقى اللواحق اللي هي activity حولت معناها بقت معناها نشاط، هتشدد فين؟ activity. آخر مقطع قبل ITY هو ده اللي بيتشدد عليه. فمن الآخر البس نظارتك، غالبا في لواحق كتير جدا هتلاقي فين التشديد قبلهم على طول. It's all a conversation, my friend. It's all a conversation, my friend. a translation an expectation that هو إيه الفكرة أصلا من كل الرغي اللي أنا عمال أرغيه ده؟ انت عايزنا في الاخر نمسك ورقه وقلم ونراجع على كل كلمه خدناها في الانجليزي؟ مستحيل طبعا. لما تيجي تكتسب اي لغه بتكتسبها بايه؟ سمعك وبتقلد. عشان كده الطريقه الاكثر فعاليه وما شفتش في حياتي اشد منها ما شاء الله هي جزئيه يا شباب ان انتوا كل اللي عليكم تمسكوا فيديو موجود عندكم في ترجمه بالعربي ترجمه بالانجليزي، على قد ما تقدروا في اليوم لو خدت 4 جمل بتنطقها بنفس سرعه واداء الممثل بنفس كل حاجه هتوصل لنفس اللهجة بتاعه، هتكتسب كلمات وجمل جديدة بتاخدها بنفس الطريقة وانت ولا واعي ولا مدرك اصلا ان دي اللهجة الصح، بس هتقولها بنفس الطريقة. هتلاقي حد مثلا بيكلمك انجليزي وفجأة قال كلمة بنانا هتسمع كده لا ثواني ايه بنانا؟ لا انا بسمعهاش كده. انت تلقائي وانت مش واعي ولا مدرك هتقول له انا بسمعهاش كده، انا بسمعها banana. انت شددت على تاني مقطع وانت مش واخد بالك لان انت اصلا متعود تسمعها كده. اي لغة معاك في الدنيا ان شاء الله هتيجي بالاستماع والتقليد والموضوع كله خلص. لكن اللي احنا وضحناه النهاردة ده ادركنا بيه السبب اللي بيخلينا ما نقدرش نتكلم بنفس اللهجة بتاعتهم، ان التشديد مختلف جدا بين العربي والانجليزي. الثقافة حلوة طبعا مفيش كلام، ولعل وعسى حلقة النهاردة تكون سبب يخليك تكون واعي جدا لما تيجي تسمع أي حاجة بالإنجليزي تكون مدرك هو ليه بالغ في نطق الكلمة دي مش مبالغة، ده هو التشديد بس كان بيكون على الجزئية دي لأن ده جزء من لهجتهم أو لغتهم.